هنصطادك مرة ثانية. هل تحتاج مؤسسة الأزهر إعادة هيكلة؟ طبيعي. احنا أولا ما بنشخصش المسائل، ليس بيننا وبين شيخ الازهر كشخص هو شيخ الازهر والمنظومه القياديه في الازهر كاشخاص لهم كامل الاحترام، وكمناصب حتى لهم كامل الاحترام، وكعلماء لهم كامل الاحترام، وهم على العين والراس ولا نغمضهم حقهم، ولكن هناك فرق بين الحسن وبين قول كلمه الحق وبين الاصلاح والتغيير. انتم كنتوا منظومه في النظام السابق واحنا عايزين تغيير، وطلبنا منكم انتخابات، واللي هينتخب مين؟ اللي هينتخب العلماء. ما تقوليش بقى اصل ده هيجي سلفيين، ده هيجي اخوان، ده هيجي كذا، ده هيجي ده كله كلام باطل وكلام فيه عنصريه واضطهاد وتمييز. ده ما انتوا صوفيين، ما هيعترضوا عليكم يقولوا انا لا ليا الحمد لله لا اتجاه لا لده ولا لده ولا لده، ليهم الكتاب والسنه. يعني حضرتك شايف ان في حاله استقطاب داخل الازهر حاليا؟ لا طبعا ما فيش حاله استقطاب، حاله الاستقطاب اللي موجوده من فلول النظام السابق. حالة الاستقطاب الوحيدة الموجودة داخل الأزهر فلول النظام السابق. أنت شفت المثل رمتني بدائها وسلت، ده الفلول عايزين يدمروا الأزهر، عايزين يخربوا الأزهر، عايزين يفسدوا الأزهر. الفلول موجودين ومعروفين، الفلول الموجودين أما يحاول ما يقرب من 50,000 طالب السنة دي والسنة اللي فاتت آلاف مؤلفة، يعني لما يبقى المجموع يقترب في سنتين من ما يقرب من 80,000 طالب، تقول ايه؟ النهارده المناهج فين؟ اللي موجود، النهارده المعاهد التي خوت دي مسؤوليتنا. اما الازهر يطلع وسيله الازهر داخله من خطوط مصر واسلاميه مصر ومرجعيه مصر الاسلاميه، ويقول لك لا احنا نعتمد على ثبوت قطع الدلاله. يعني كده ممكن ينفوا السنه على الرغم ان السنه قطعيه الدلاله، بس يقول لك لا ده في ناس بتقول هيدخل لك حاجات ما انزل الله بها من سلطان، ويرجع تاني القران كله قطع الثبوت، يقول لك لكن قطع الدلاله ده قليل، لان الحاجات ليه ظن الدلاله كتير ايه؟ عشان اللي هو يتفق مع الاجتهاد مع كل زمان ومكان. يعني والوثيقه دي كانت طريقه لعلمانيه الدوله. احنا في فرق نتعامل مع العلمانيين، لكن في فرق ايديولوجيه العلمانيه تختلف مع ايديولوجيه الاسلام. في فرق بين التعامل واحترام الاخر وعدم اقصائه والكلام ده والحوار معاه، وفي فرق بين ان احنا نضع النقط على الطرق. انت واخد وازاي مسماه وثيقه الازهر وانت ابعدت علماء الازهر؟ انت جبت 9 من رموز النظام السابق وجبت 19 واحد علماني وليبرالي وحزب وطني، يبقى اذا انت بتقرب العلمانيين والليبراليين والحزب الوطني وبتقصي العلماء الازهر. انت ازاي انك انت تروح تعدل القانون 103 يبقى لكي تكرس كل السلطات في منصب شيخ الازهر، ده انت بتصنع منه دكتاتور. انتوا بقى يعني بيقول لك ده رئيس الجمهوريه دكتاتور وشيخ الازهر يبقى ايه بقى؟ اما انتوا بتكرسوا كل السلطات فيه، يبقى انتوا عايزين تصنعوا منه ايه؟ لا انت خلي اللي يبقى هنا انتخابات. انت واخد بال حضرتك؟ وفي آلية لمحاسبة شيخ الازهر. لا ده فضيلة الامام ده شيخ لا هو احنا عندنا ولايه الفقيه، احنا عندنا الدوله السيقراطيه الكهنوتيه الدينيه اللي هي في اوروبا في القرون الوسطى، عندنا نظريه التفويض الالهي. ما عندناش تأليف، هو مش افضل، هو مش نبي. انت اذا كان النبي كانت الصحابه ما بتنامش صلى الله عليه وسلم اجمعين، الصحابه الناس كانت بتقف لما سيدنا عمر بن اسمع وطاعه قال له لا سمع ولا طاعه يا عمر حتى تخبرنا من اين اتيت بهذا السبب. حيه. انت النهارده عايزين اثر قوي، عايزين اثر زي الشيخ عبد الحليم محمود رحمه الله عليه اللي وقف وعمل دستور اسلامي وقدمه. عايزين اثر الشيخ جاد الحق علي جاد الحق رحمه الله عليه. انت واخد بالك؟ الراجل اللي بسبب مواقفه سابوه يلف على المستشفيات ما يلاقيش اكسجين لحد ما نفذ انفاسه الاخيره اللي الناس ما تعرفوش. انت واخد بال حضرتك؟ عايزين اثر الشيخ الشعراوي رحمه الله عليه، عايزين اثر الشيخ محمد الغزالي، عايزين اثر الشيخ الفحام. عايزين الاخيره يعني كيف نعيد الازهر الى رونقه والى رفعته؟ نعيد الازهر في نقاط بسيطه. اولا زياده واستقرار الازهر من حمايه الحكومه ومؤسساتها واحزابها، خلاص، وليس ليس معنى ذلك اننا دوله خارج الدوله، بالعكس نحن نخضع لقوانين الدوله المصريه ونخضع للحساب والمراقبه كل هذه الاشياء. بالعكس ده هذا مطلوب. انت واخد بالك؟ حتى لا توجد الدكتاتوريه في الازهر. وبعدين نمرة 2 سيادة الانتخابات جميع قيادات وقطاعات الازهر وعلى رأسها منصب فضيلة الامام الأكبر لفترات محددة ومقننة ومواصفات وشروط خاصة يجمع عليها العلماء. كل المناصب القيادية، أنا جاي لك المناصب القيادية كلها، أنت واخد بال حضرتك؟ انتخابات وشروط وحتى أقصى فترتين عشان كله سواء هيئة كبار العلماء سواء المفتي سواء شيخ الازهر وكلاء الازهر المناصب القياديه كلها. انت واخد بالك؟
نمره عوده هيئه كبار العلماء بمواصفاتها القديمه خلاص، وبالانتخاب الحر المباشر من علماء الازهر وبحد اقصى فترتين وبمواصفات وشروط خاصه. يعني اذا لقينا ان احنا نضيف عليها هنضيف. انت واخد بالك؟ نمره 4 اللي هو عوده اوقاف الازهر الشريف المصرره اليه وفتح باب الوقف من جديد للازهر من الناس. نمره 5 توحيد المؤسسه الدينيه الرسميه دار الافتاء اللي انشئت 1880 تقريبا يقل او يزيد قليلا لضرب لجنه فتوى بالازهر. لا هندخلها الازهر وتبقى هي ولجنه فتوى حاجه واحده اسمها وزاره الاوقاف اللي سلخت في 1913 هي وجزء من اوقاف المساجد. لا هندخلها تبع الازهر. المسجد الازهر نفسه مش تبع الازهر حاليا، تبع وزاره الاوقاف. متخيل الفضيحه دي؟ متخيل ان المسجد الازهر نفسه مش تبع الازهر، تبع وزاره الاوقاف. لا الكلام ده كله يدخل في الازهر الشريف. وبعدين تحسين اوضاع العلماء واعطاء العلماء حصانه مثل القضاء وغيرهم وتحسين احوال العلماء. طب الكلام ده نضافه ازاي؟ من اجل ذلك ندعو لمنطقه عامه عالميه في الازهر الشريف بالقاهره لعلماء الازهر على مستوى العالم خاصه وعلماء المسلمين عامه تحت اشراف علماء الازهر الشريف، هيئه مختاره وخصوصا لما يكون في مجلس الشعب يبقى اللجنه الدينيه من مجلس الشعب مثلا انت واخد بالك تنظم بعلماء الازهر، ان يبقى في هيئه من علماء الازهر من علماء الربانيين تعمل ايه بقى؟ ان هي تدعو الملتقى عام عالمي لعلماء الازهر يجوا انهم يقعدوا يقولوا ابحاثهم ورؤاهم وتصوراتهم، ناخد رؤيه جماعيه، رؤيه شامله. الازهر كان بيأدي دوره، ما كانتش مشكله جنوب السودان حصلت، ما كانتش مشكله النيل حصلت. انت وانا سافرت افريقيا وشفت مبعوث للازهر ما كانتش احداث سيناء حصلت. لو الازهر صحيح ما كانتش حالات التوتر الطائفي حصلت. والبيان اللي في ايدك انت علقت عليه علقنا على البيان. البيان ده اللي هو قانون رقم 2 لسنه 79 بشان بعض الاحكام الخاصه بمنصب الامام شيخ الازهر باسم الشعب رئيس الجمهوريه. قرر مجلس الشعب القانون الاتي نصه: الماده الاولى يكون تعيين الامام الاكبر شيخ الازهر واحالته الى التقاعد واحالته الى التقاعد بقرار من رئيس الجمهوريه دون التقيد بالسن المقرره للتعيين وترك الخدمه في القوانين المعمول بها، واعتقاد المرتب والبدلات المقرره لرئيس الوزراء ويعامل معاملته من حيث المعاش. الماده الثانيه ينشر هذا القانون في الجريده الرسميه ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدوله وينفذ كقانون من قوانينها. صدر برئاسه الجمهوريه في 21 صفر 99 21 يناير 79. الجريده الرسميه العدد 4 في 25 يناير 79. شكرا جزيلا. يعني لو ما طلعناش، يعني مثلا لو ربنا ما وفقش اخونا الدكتور عبد القادر حسن استاذ بكليه علوم الازهر ويطلع هذا القانون، خلاص كان كله يقول لك شيخ الازهر مدى الحياه.